مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نهضروا فيه على المباراة ديال الافتتاح اللي تلعبات اليوم ديال المنتخب المغربي ضد المنتخب جوج القمر اللي عرفات الفوز ديال المنتخب المغربي بجوج الأهداف ديال صفر. وقبل ما نهضروا على الحيثية ديال المباراة وكيفاش كانت وكيفاش التشكيلة وكيفاش كانت بداية المقابلة ومجريات المباراة وآخر المباراة، أولا نبغيو نهضروا على الافتتاح اللي كان اليوم تحت عنوان دور 35 كأس إفريقيا 2025. افتتح اليوم المغرب الدورة بحفلات فنية، مزيج من الثقافة المغربية والثقافة الإفريقية عامة وتقديم المنتخبات الإفريقية إلى آخره. كيف ما شفتوا كذلك كان افتتاح ديال الدور 35 كأس إفريقيا من طرف صاحب سمو الأمير مولاي الحسن، وكان افتتاح أقل ما يمكن أن يقول أنه رائع. بداية المباراة كانت بالتشكيلة اللي كنا توقعناها، خصوصا المفاجأة الوحيدة اللي كانت هي ديال سفيان الرحيمي اللي كان مفاجأة ديال هاد التشكيلة هادي. وبالنسبة للتشكيلة الأخرى كانت سيباري متوقع أنه يكون، أنس صلاح الدين يكون، أو مزراوي. هادو كاملين كانوا في المباراة الأخيرة ديال أوغندا كانوا مزيانين، وفي التربص الأخير عامة كانوا مزيانين. فكان ممكن متوقع أنهم يكونوا ثلاثي تريو أناحي وأمرابط والعناوي تا هما كان الشك في خط الدفاع ديال سايس وأكرد والأخير ولا يميق. في الأخير كان سايس وشفنا الإصابة ديالو اللي غادي نهضروا عليها فيما بعد. المباراة كانت بدات بضغط المنتخب اللي كان متوقع. النهج التكتيكي اللي نهجو ولذلك في هذه المباراة هذه هو الاعتماد على الظهيرين، سواء نصر مزراوي وأنا صلاح الدين اللي قدموا مباراة كبيرة جدا، أو زائد المايسترو إبراهيم دياز اللي كان مباراة كبيرة بالنسبة لي وبالنسبة لي نجم المباراة في هذه المباراة هذه. فكانت دائما اللعب على العرضيات واللعب على الكرات الثانية، وكانت العرضيات، ولكن كان عندنا مشكل أننا كان عندنا ألفا سونتر اللي هو رحيمي واللي هو ماشي لاعب ديال أنك تلعب عليه العرضيات عكس الكعبي أو النصيري أو إيكامان. هو لاعب اللي كيلعب على الأطراف وكيميل، وبحال هاد اللعب هذا ميجيش. وخصوصا أنه جات ضربة جزاء اللي صيدها إبراهيم دياز، ورغم ذلك تم التضييع ديالها. سفيان الرحيمي اللي بالنسبة لي مكانش في هاد المباراة هادي، ولا تسديد المرمى من غير ضربة جزاء ولا توغل ولا أي حاجة. يعني بالنسبة لي كان التغيير ديالو يكون بداية الشوط الثاني، رغم أنه تأخر شوية ولكن كان يكون بداية الشوط الثاني. بالنسبة كما قلنا الطريقة ديال اللعب اللي كانت معروفة، وخصوصا التقدم ديال أمرابط اللي كان متقدم، والعناوي اللي كان دائما كيتسنى العرضيات مع السيباري، لأن مكانش عندنا حل أننا العرضيات ضروري كان خاص يكون العناوي في المربع باش يستقبل العرضيات، سواء عند أنس صلاح الدين ولا نصر المزراوي اللي قدموا مباراة كبيرة، خصوصا أنس صلاح الدين اللي فاجأ الجميع في هذا المركز هذا ثلاثة، وجا في آخر تربص إعدادي وشفنا كيفاش كيشوف الوعي الدفاعي ديالو والوعي الهجومي ديالو كيفاش كيكون. ما شاء الله. فراه كنشوف انا في الدقيقه 94 السيد راه تعب بدنيا، وكيشوف انه خدم واحد الخدمه اللي كبيره جدا. إضافة إلى نصير المزراوي اللي دائما أنا كنقول أن نصير المزراوي خاصو يلعب ظهير أيمن، وإذا كان حكيمي راه خاصو نشوفو شي بوست آخر، لأن الظهير الأيسر ما كيعطيش فيه نهائيا والظهير الأيمن كيعطي فيه. ولهذا أنه كتشوفو كيعطي أسيست سواء في المباريات الودية اللي كانت، وهو اليوم عاوتاني عطى أسيست دياز اللي سجلنا به الهدف، وعطى عدة محاولات وعرضيات وكان ممكن أننا نستغلوه. بالنسبة لي أنا نجم المباراة اليوم كيف ما قلت، أولا هو إبراهيم دياز اليوم كتشوف أنه جا باش يربح المنتخب. كتشوف أنه كيلعب في اليمين في اليسار في وسط الميدان، يعني كرات كيخسرها كيمشي أنه يسترجعها. كتشوف أنه كيكون مورا المهاجمين كيكون في الأروقة، يعني لي كونترول ديالو ناجحين، المراوغة ديالو ناجحة. صيد ضربة جزاء اللي كانت هتسهل علينا الماتش ولكن ضاعت للأسف الشديد. وبالنسبة لي إبراهيم دياز والتسجيل ديالو للهدف هادشي غيعطيه يعطيه واحد الشحنة قوية أنه وصل المواصلة، وأنا مراهن عليه أنه يكون هو نجم الكان إن شاء الله. وعقلوا عليه في الفيديو هذا غادي يكون هو أحسن لاعب في الكان في الفينال في 18 يناير إن شاء الله. غيكون أحسن لاعب هو إبراهيم دياز. وبالنسبة لي دفاعيا دابا حنايا عامين وحنايا كنشوفو أننا شكون غيلعب مع أكرد ورجعنا لسايس، كنشوفو دابا أن الإصابة ديالو ومن بعد كانت الإصابة ديال ماسينا. فحنا دابا في مباراة المجموعات ماشي مشكل أنك تلعب أي واحد، ولكن المباراة اللي تم من الربع النهائي
فضروري مع أكرد براسو راه كتشوفو أنه مازال معندوش داك أكرد لي كنعرفوه 100%، راه مازال مكاينش، معرفتش واش عندو إصابة ولا كذا، يعني كنشوفو بعض الأخطاء اللي كيدير، راه يكون منتخب آخر غادي تكون حاجة أخرى. ودابا كنشوفو أن مثلا سيس لا قدر الله مشى، كنشوفو أننا ضعنا في بلاصة وكان يمكن أننا نكونو مدافعين آخرين. ودابا سي تروطار، يعني تم الاختيار على سيس. نتمنى أن الاختيار اللي غيكون مع أكرد اليميق كان عليه من الأول يبدا كيبان ليا، واليميق حتى هو راه كيبان أنه ماشي شي لاعب اللي غيلعب معاك وكذا، ومازال متمتحنش في المباريات اللي غيكونوا ديال الخروج المغلوب، سواء مع السنغال أو الكونغو أو جنوب أفريقيا أو مصر. فخصنا نشوفوا هاد الحل هذا، يعني الحل اللي يبغى المغرب يفوز في كأس أفريقيا خاصو يشوف الحل اللي غادي يكون في خط الدفاع مع أكرد، لأنه هذاك هو اللاعب الوحيد اللي كيبان لي لحد الساعة كاين. من الأظهرة عندنا وسط الميدان كاين، بالنسبة كاين شوية تحفظات في الهجوم، ولكن كيبان لي مع تسجيل الهدف ديال الكعبي، الكعبي خاصو يكون غير يركز شوية، ودائما أنه يكون يحاول يسجل الأهداف السهلة، ماشي ضروري أننا خاصنا نسجلو بكوسيزو عاد باش نسجلو. فعلا راه أحسن لاعب في الألعاب البهلوانية والرأسية، ولكن خاص ضروري يكون دائما عنده وعي هجومي. وإضافة إلى الخبرة ديال النصيري في الكان، راه دائما كتبقى رغم أنه كيتلقى انتقادات، ولكن كتبقى الخبرة ديالو في الكان، لأن المناسبة كتبغي تكون عندك خبرة كتيرة جدا. بالنسبة لي المباراة كانت يعني مزيانة وبداية متوسطة، غادي يتحسن الأداء. كاينين بعض نقاط الضعف اللي كيف ما وصلنا ليهم في خط الدفاع، خاص يكون الوعي الدفاعي أكثر صلابة، ويكون تضييع الفرص. راه في الماتشات ديال تيمون هودو بحال دابا بحال البيلانتي، تصور أنك تجيك في ماتش خروج المغلوب ضيعة راه يتقلب عليك الماتش، وهادشي شفنا سيناريوهات مبغيناش نرجعو ليهم تاني. هذا بالنسبة لي. بالنسبة للتغييرات ديال والد الركراك ديال الخنوزي الزلزولي ديال النصيري، عطات بعض الأكل ديالها، وخصوصا هو الزلزولي مازال خاصني نشوف الزلزولي ديال بيتيز، مازال مشفتوش يعني في التوغلات وفي الأهداف ديالو وفي التمركز ديالو. نتمنى أنني نشوف الزلزولي في الماتشات المقبلة.